الله الرحمن الرحيم. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مره تشوفيني انا اسمي شيماء ودي قناتي، ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. ودلوقتي انا هعمل بقى الحمام النهارده محشي، بس مش محشي فريك ولا خلطه. المحشي اساسا لا، ديت رز الابيض بالكبد والقوانص بطريقه سهله وبسيطه جدا وتحفه جدا زي ما انت شايفه كده. ومفيش حد في الدنيا ما بيحبش اكل الحمام. ودلوقتي هبدأ معاكم بالخطوات. انا جبت الحمام بتاعي وغسلته غسله كويسه قوي، وبعد كده فصلت الجلد عن اللحم بالشكل دوت علشان خاطر احشيه من فوق وكمان في قلبه. طريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي هتفصلوا فيه الجلد عن اللحم بالشكل دوت. بس عشان ما اطولش عليكم، انا هنا بقى جبت الحله بتاعتي وحطيت شويه من الزيت وبصلايه كبيره كده، قطعتها حتت صغيره، وهشوحها لحد لما تدبل معايا وتديني اللون الذهبي. وقلبتها كده بالشكل دوت لحد ما تديني اللون الذهبي. وبعد كده بنزل عليها بالكبد والقوانص. ويستحسن يا جماعة ان القوانص بتاعة الحمام اكون غلياها غلوة كده، تكون يعني مستوية نص سوا. ده ضروري جدا علشان خاطر بس ايه ما تبقاش جامدة معاكم في الاكل. شوحتها هنا شوية بس بالبصلة، وبعد كده بقطع برضو الكبدة بتاعتها وبنزل عليها بالكبدة، بنزل على القوانص ديت بالكبدة. وممكن تزودي كبدة وقناصة اضافية، مفيش مشكلة خالص. كل ما كانت يعني الحشوة فيها كبد وقوانص كتير وطعم الكبدة فيها بتبقى تحفة جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. لو بتعمليه بالفريك او بالخلطة المحشي جربي الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبك. وهنا بعد ما شوحتهم حطيت بقى التوابل بتاعتي. حطيت الثوم البودر وكمان الفلفل الاسود وكمان السبع بهارات. وانا بقى هنا بحب القرفة جدا في الرز ده، حطيت عودين من القرفة. وبعد كده بنزل عليهم بقى بالرز بعد ما خلاص احس ان هم دخلوا في السوا او نص سوا. وبحط الرز بالشكل دوت، والملح بقى ما نساهوش طبعا حسب الكمية اللي انت عاملاها. واقلبهم كويس وبحط الميه. طبعا الميه زي ما قلت لك، لو انت عامله كوبايتين رز في ده بالذات علشان خاطر بس هتعمليه نص سوا، يعني لو عاملاه 3 كوبايات او كوبايتين بتعملي النص، يعني لو كوبايتين بتحطي كوبايه ميه. وتوطي عليه خالص بقى الميه تتشرب، وهي يعني هيدي معاكي نص سوا كده، وبيكمل السوا الباقي في الحمام في الميه. ودلوقتي اهوت شرب الميه بتاعته بقى، بصي يعني شبه يعني نص سوا، مش مستوي قوي، لا نص سوا. وبعد كده بقى ايه بهديه خالص. ضروري جدا ان انا قبل ما احشي الحمام الرز بتاعي يكون يعني ما يكونش سخن. ودلوقتي طبعا انا بعد ما عملت الحشوه بتاعته هولع على الميه. وهنا عملت حله كبيره علشان خاطر الكميه. وحطيت عليها قطايه وخيارايه وورق لورا وقرفه والبصل والثوم. ودلوقتي بعد ما الرز هدي وبقى بالشكل دوت اقدر امسكه واحشي بيه الحمام. هحشي بالرز من جوه وكمان من تحت الجلد. وضروري جدا ان انا ما اكبسوش برضو قد مساحه ان الرز ايه لسه مستويش، علشان خاطر ما يفرقعش معاكي. وكمان الميه ما تكونش برضو سخنه قوي علشان برضو الحمام ما يفرقعش معانا. بنتعامل معاه يعني وخصوصا ان جلده رفيع قوي يعني وما بيستحملش، فبنتعامل معاه بالراحه. هنا حشيت من قلبه، حشيت تحت الجلد، وكمان حشيت عند الرقبه زي ما انت شايفه اهوت بسيط خالص. وبتني جناحه لورا بالشكل ده. والرجل بقى يا اما بتعمليها بفتلة خيط كده يا اما بتعمليها في المؤخرة بالشكل ده. بس انا هنا عشان خاطر بس اتقطعت مني فعملتها بالخيط. برضو بيديكي شكل كويس. وهجرب برضو معاكم واحدة تاني. طبعا الرز ضروري جدا جدا ما يكونش متكبس، تحشيه من جوه ومن بره بالشكل دوت. والرقبه برضو. وما تقلقيش، هو اول لما الحمام بينزل الميه السخنه بيقفل مسامه، يعني بيقفل كده على الرز، فمش هيعجن معاكي ولا اي حاجه خالص. المهم بس انتي ما تكونيش مسويه قوي، وكمان تتعاملي معاه برفق، وكمان يكون الرز ايه مش متكبس داخل الحمام. وبتني الجناح لورا بالشكل ده. سهل جدا وبسيط جدا وطعمه تحفه جدا. وانصحك لو انت مجربتيش الخلطه ديت تجربيها وان شاء الله تعجبك. وبدخلها في الفتحه هنا بالشكل دوت خلف خلاف. ولو اتقطعت منك مفيش مشكله خالص، بتعمليها بفتله زي ما قلتلك. وبقت ما شاء الله بالشكل ده.
وهنا خلاص انا خلصت الكمية بتاعتي. طبعا بقى هحطها في المية، والمية ما تكونش بتغلي زي ما قلتلك، واحط الكمية بتاعتي كلها بالشكل دوت. وبعد كده بقى بسيبها لحد لما تغلي لوحدها. وضروري برضو ان انا طبعا ما اقفلش الحله خالص، تقفليش الحله عليه خالص، سيبيها متوربه. وطبعا مش على طول هقلبه اكيد طبعا. فهتعرفي بقى ازاي، ودلوقتي انا حطيت اهو التوابل، هتعرفي بقى ازاي ان هو استوى. انتي بكل سهوله خالص بتمسكي جناح الحمامه، لقيتيه ابتدى يخلع معاكي، اوكي كده الحمامه تمام واستوت وكل حاجه. لقيتيه لسه جامد كده وما بتنيش معاكي خالص، لا تسيبيه عشان معناته ان هو لسه ما استويش. وطبعا كل ما كان الحمام سنه صغير، او كان الحمام صغير مش كبير، يعني مش كبير حجم ولا صغير حجم، لا كبير، الحمامة بتبقى كبيرة، ده بياخد سوا اكتر. يعني كل ما الحمام كان صغير كل ما كان سواه اسهل، اسهل واسرع. وهنا بعد ما طلعته وصفيته من الشوربة بتاعته، حطيت الزيت علشان احمره، وحطيت معلقة من الملح عشان القرمشة، وعلشان كمان يديكي التحميرة اللي انتي شفتيها معاكي دي بالشكل ده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتنور رضاكم، وبالألف هنا وشفا.